إي والله ظلموا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق وأوذوا إيذاء عظيما. أهلنا في الشام جرى عليهم ما لم يجري على بني إسرائيل، وجرى عليهم ما لم يجري على المسلمين في أيام التتار، لا في المكان ولا في الزمان ولا في العدل ولا في كثرة المسلمين ولا في كثرة العلماء ولا في كثرة المؤسسات. ومع ذلك كانوا ويا للأسف كأنهم أيتام. كنت البارحة مع أبطال حمص الأبية، وسهرت معهم إلى الفجر، وأتيتكم بعد صلاة الظهر من الأردن، وحملوني أمانة أريد أن أسوقها لكم. يقولون لكم أهل حمص شكر الله سعيكم ورفع مقامكم وطيب أعمالكم. لقد حاصرنا أعداؤنا منذ بداية الثورة وأودينا إيذاء عظيما، وكانوا يستعدون لهذا اليوم وبذلوا ما يمكنهم بذله لهذه الساعة، لكن العدو فعل ما لم يفعله أحد وما لم يخطر على أحد. إنه يريد أن تكون حمص حماة ثانية، يريد أن تكون حمص مجزرة بل مجازر، لكنهم يقولون لسنا بحاجة إلا إلى شيء واحد، نحن نريد السلاح. السلاح الذي عندنا بدأ يقل، والسلاح النوعي نبحث عنه فلا نجده، وهذا الذي يجب أن نسعى إليه ونتعاون عليه. الثورة السورية ليست كالثورة المصرية ولا الليبية ولا التونسية ولا اليمنية، أراد الله لها أن تطول ليتحقق النصر على أيدي الشعب السوري، ولا يعتمدون لا على شرق ولا على غرب، لئلا يتدخل أحد في ثورتهم بعد سقوط نظامهم، بل يبنون الحق بإرادتهم الأبية. أهلنا في حمص وفي درعا وفي حلب وفي شرق سوريا يقولون لكم أعطونا المال لتنظروا ماذا نفعل مع هذا النظام.